بصوا افهموا بس دماغ الكنيسه. احنا ليه مفيش متحدث اعلامي للتلفزيون عامه؟ يعني من امبارح طلع شخص ما طلع يقول ان احنا كمسيحيين ملناش في القدس اي شيء، وبرضه بيحصل كتير ان بيطلعوا يقولوا في الاعلام عنا كلام. اخواتنا المسلمين بياخدوا فكره او تاريخنا غلط. ليه ما حدش بيعمل مداخله ومن الاباء يقول ويصحح التاريخ ويصحح الكلام ده، ويبقى في حد متابع للاعلام؟ بالنسبة للإعلام اللي حضرتك بتقولي، الإعلام بقى حاجة كل واحد بيطلع يقول أي حاجة. احنا بقى مش عايزين متحدث إعلامي واحد، احنا عايزين مثلا شعب اسمه متحدث إعلامي يقعد يتابع القنوات والصحف والجرايد والمجلات والنت ويفتح ال 24 ساعة عشان يعرف يرد. بيقفوا ناس ما يسووش. بالله عليكم في بطرك محترم يقول، في ناس ما بتساويش يطلعوا يتكلموا؟ بالله عليكم. عايز ألفت نظرك لحاجة، إن بعض الناس بتستنى إن الكنيسة تتكلم. ليه؟ بس خلاص يبقى احنا وقعنا في الفخ انه ايه، الكنيسه بترد واتشهروا وبقى لهم قيمه وهم. شفتوا عقليات الكنيسه؟ دي عقليات الكنيسه يا جماعه، دي عقليات الكنيسه. لازم تبقوا فاهمين ان عقليه انت بترد ليه، دي الكنيسه، دي ربنا، دي المسيح، دي وهكذا. فلازم تبقوا فاهمين ده. الكلام ده زمان. دلوقتي مع الضغط كلهم تحت قاعدين بيتكلموا. حصل ولا ما حصلش؟ منهم توادرس نفسه مش متحدث باسم الكنيسه، لا، راس الكنيسه نفسه بقى بيتكلم. طبعا احنا في الزمن ده، واللي فيكم بيقعد على السوشيال ميديا في كده 2 3 طالعين في المقدر جديد وعمالين يشككوا في المسيحيه. مش قادر، الضغط عليهم كان شديد ولحد النهارده ومستمرين بفضل الله.